خويا ولا اختي كدير شي حاجه وعارفه كتهلكك ولكن يدك سابقاك ليها. اليوم غنهضروا على واحد الموضوع غير لك النظره اللي ديالك لراسك، غنفهموا علاش الذات ديالك تشلت هلوكه وكيفاش العقل والجسد هما جوج صحاب خاصهم يتصالحوا باش تعيش بخير. في وسط الدماغ كاين واحد النظام سميتو نظام المكافاه. فاش كدير شي حاجه كتعجبك الدماغ كيطلق واحد الماده سميتها الدوبامين. المشكل فين كاين هو فاش كتعود الدماغ جرعات عاليه وسهله بحال السكر الشاشه ولا المخدرات ولا القمار ولا غير بزاف تاع الادمانات. الدماغ كيولي معكاز وما كيبقاش يرضى بالقليل وكيولي يطلب اكثر غير باش يحس باللي هو عادي. هنا كتولي محبوس في واحد الحلقه مفرغه كدير حاجه ماشي حيت كتعجبك ولكن غير باش تولي عادي. تقول لي كيفاش نحس براسي عادي؟ هو انك من ما غتبقاش دير ديك الحاجه اللي مدمن بها غتحس بواحد الالم ديال انك فاقد واحد الحاجه. علاش كتولي مدمن على ديك الحاجه؟ يعني ما غتبقى غتحس بداك الالم، يعني انت خاصك ديرها غير باش تحس براسك عادي. عكس واحد اخر، يعني واحد الشخص كيكمل لما ما كماش واحد المده غيحس براسو مريض وضار راسو وما اش كيدير. عكس واحد اخر ما بليش اصلا ما غيحس براسو عادي انه ما كماش راه عادي اصلا ما مدمنش على ديك الحاجه. هذه هي المشكله فين كاين في افراز جرعات عاليه من الدوبامين. ولكن ما تخافش اخويا ولا اختي، كاين واحد الخبر زوين هو ان الدماغ بلاستيكي. كيفاش بلاستيكي؟ واش مكون من البلاستيك؟ لا، يعني كيقدر يتصلح ويرجع للحاله الطبيعيه ديالو. ولكن هذا الشيء خاصك واحد الخطه، وهذا الشيء اللي غندرسو معاك في هذا الفيديو. اول خطوه وهي الاعتراف. كيفاش الاعتراف؟ هي تقول انا عندي مشكل ولكن ماشي ساهله بحال هكا. دابا انت تخيل معايا انت مدمن على التليفون، انت اللي جيت قلت لك انا انت راك مدمن، قلت لي لا انا ماشي مدمن فقط كاين الملل اللي كنتفرج في التليفون. هنا انت ما غاديش تقدر تتبع عندنا الادمان ديال التليفون، يعني كنت ما اعترفتيش بانك مدمن ديما كتبقى تهرب كتبقى تخلق واحد الاعذار. ديما اعترف بالمشكل ديالك باش يجيك سهل انك تخلص من داك الادمان. ولهذا ديما نعترف براسك. مدمن التليفون كتديك اكثر من 2 سوايع في النهار صافي انت مدمن. كاين ما ولكن كتشري الماكله بزاف برا تاع السقاطه انت مدمن على الماكله ديال برا صافي. كتاكل السكريات بزاف انت مدمن على السكر. مابقاش تقول لا راه غير كنت ما كاينش داكشي. تعترف بالمشكل باش تقدر تحلو. تمشي صافي لما قلت انا راه ما مدمنش صافي انا ما مدمنش. تقدر تكون مدمن وانت ما عارفش. لهذا خصك ديما تشوف الحوايج اللي كدير وتراقب واش شي حوايج اللي كتكثر منهم بزاف ولا في المستوى العادي. يعني انك كتاكل واحد الماكله تاع برا عادي انك تاكلها كل مش واحد المستوى بزاف تقدر تاكل ولكن بواحد الشكل معقول. لهذا ديما خاصك تراقب داك الشيء اللي كدير في الحياه اليوميه ديالك. تقدر تكون مدمن على واحد الحاجه وانت ما عارفش راسك، من غير الادمانات المعروفه بحال القمار وبحال داك الشيء ديال الشراب ولا الكارو. داك الشيء معروف انه بلي ما كتبدا داك الشيء كتبدا بانك عارفين انك غتبلا بيه. دابا غندوزو لحاجه اخرى. من بعد ما عرفتي الادمان ديالك والمشكل اللي عندك خاصك دير شي حاجه باش تقاوم ديك الرغبه اللي كتجيك في ديك اللحظه. فهمتي؟ دابا جاتك واحد الرغبه باش انك تنوض تفرج في التليفون تبدا شي فيديو ولا تدخل للانستغرام طلع في الريلزات. طبق واحد القاعده تاع 15 دقيقه. هي شويه صعيبه صراحه فهمتي تطبقها ولكن خاصك تحاول. فهمتي؟ تبغى تخلص من ادمانك في واحد الصعوبه انك تخلص منه وكان ماشي مستحيل. يعني صعيب مش اني مستحيل. ولهذا كاين هاد القاعده شي 15 دقيقه. يعني فاش كتجيك الرغبه دير شي حاجه كتحبس 15 دقيقه صافي غتحبس 15 دقيقه بعدا نوض دير داكشي اللي بغيت. في الغالب انك 15 دقيقه هي المده اللي كتبقى فيها ديك الموجه في العقل ديالك تاع انك بغيت دير داك الادمان صافي. من بعد كدير وكذا اللي تقدر تكون كاع مع عمليه. ولهذا قداش دير يمكن لك دير. ولهذا غادي نشوفوا بديل اخر اللي هو البديل الصحي طبيعه الحال. يعني انك انت ما غتبقاش تفكر في واحد الادمان ولا غتبقى تحيدي حتى بالمره. خاصك دير في بلاصتو شي حاجه جديده واحد العاده جديده. انت مدمن واحد العاده خاصك تحيدها ودير في بلاصتها حاجه. يعني انك انت مدمن انك تفرج في التليفون خاصك تحيد ديك الفرجه تاع التليفون ودير في بلاصتها حاجه اخرى بحال القرايه تاع الكشوموش هذا. ولكن المشكل في كاينه ان كاينه واحد الصعوبه في القرايه وكاينه واحد السهوله للتليفون. لهذا خاصك تقلب الادوار تخلي القرايه هي اللي سهله والتليفون هو اللي صعيب. كيفاش؟ بحال انستغرام ولا شوفوا لك كل ديما مره بحال الذاكره كتعرف الذاكره بقاش بحال اللي بيجيك واحد الصعوبه في انك كل مره تدخل الحساب ديالك واش بقاش تجيك ساهل انك تدخل ولا بدل البلاصه ديالو ولا بحيد حتى بالمره. هو راه صعيب انك تمحي ولكن حاول دير واحد الكود. دير شي كود طويل دير فيه الا كان كيمكن لك دير كود
يعني كود طويل باش ما تبقاش تقدر تدخل ليه بكل سهوله، باش انك ما تبقى داخل داك الكود حاز واحد من العدد باش انك تفكر بانك باش تحيد داك الادمان وتمشي لحاجه اخرى. ضروري خاصك تبدل ولا دير واحد البديل صحي لبلاصتك العاده الخايبه. طبعا بحال باش تقدر تخلص منك ما يمكنش تخلي البلاصه ديال الخير، ماشي انت غادي حيد التليفون فاش غدير ما عندك ما غدير. ضروري خاصك دير شي حاجه اخرى في بلاصتك العاده القديمه اللي انت بغيت تحيدها، خاصك دير في بلاصه حاجه اخرى. طبعا الحال خاصك دابا سهله، ما ديرش حل صعيب ماشي جاي لا الدخله بغات تقول لي 5 السوايع نص ساعه وراك لك راه يمكن لك تبعد منها قطره قطره كيحمل الواد، ماشي كيبدا كلشي من الاول بواحد الصعوبه. خاصك تدير داكشي السهل باش تقدر دير داكشي الصعيب، وهكذا كيتكونوا العادات. ولكن هذا الادمان كيكون راجع لشي حوايج اخرى كديرها في حياتك بلا ما تحس، هما اللي كيخلوك كتدخل في بحال هاد الادمانات. تخيل معايا عندك واحد الطوموبيله، والطوموبيله اغلى طوموبيله في العالم، واش غدير لها شي مازوت خالص؟ طبيعة الحال لا ما غديريش. وهاد الطوموبيله هي الجسد ديالك. تخيل معايا انت ما كتنعسش مزيان ولا ما كتنعسش في الوقت اللي خصك تنعس فيه، يعني كتنعس واحد الوقت قصير، يعني كتنعس واحد 5 السوايع ولا كتنعس حتى 10 السوايع، هذا مشكل. الحاجه ما كتزيد المستوى الطبيعي ديالها ولا القياس ديالها كتولي كضر ما كتبقاش تدفع. ولهذا خاصك تنعس في الوقت المناسب. وخلينا اصلا مشكل عاوتاني خاصنا ندوي عليه بوحده تاع الناس، لان الناس كيوقف في القمه ديال الهرم ديال الصحه، وخاصو يكون منظم باش الصحه ديال الجسد ديالك تكون منظمه. وانا ما نتعمقش في هذا الشيء بزاف، كاين بزاف اللي هضروا على هذا الشيء. الا بغيتي تبحث عليه يمكن لك تبحث عليه، كاين كتاب مكتوب وفيه بزاف تاع الحوايج والاضرار تاع الناس اللي هو لماذا ننام. مقدرش قديش تقرا وما غاديش تقرا، نقدر لا عجبكم هذا الفيديو ولا شي حاجه وبغيتي ندوي على الناس تقدر تقولوا لي نهضر عليه، ما عنديش حتى مشكل. الماكله وبالاخص الماكله ديال السكر ولا اكل ديال السكر، ومشكله هي ماشي كتاكلي في النهار كامل، دا ولكن على واحد المده ولا واحد الوقت محدد اللي هو الفطور. اللي كتاكل في الفطور واحد نشا بسيط ماشي معقد، دغيا كيتحلل داك الشيء ولا ما عرفتش كيفاش كيوقع في الجسد ديالنا، يعني ما كيبقاش عندك. والطاقه دغيا كتكون مرتفعه في الاول فاش كتكون يلاه كلتي، ولكن كتهبط واحد الهبطه خايبه اللي كتقدر في واحد الوقت قصير كيمشي جميع الطاقه اللي في الجسد ديالك، وانت كيخليك تمشي لداك الشيء اللي ما باغيش ديريه حتى. ولهذا بعد على السكر مع الصباح من تفيق. هو راه غتاكل شي نشا معقد بحال الخبز ولا شي حاجه، ولكن حاول تبعد ما امكن على السكر، الحلوى ولا شي حاجه داخل فيها السكر بعد منه. والحركه، دير الحركه، مابغيتش نقول لك الرياضه الرياضه باش انك دير واحد الصعوبه كبيره. اذا فقط تحرك تمشى ولا دير شي حاجه ما يمكنش لك تبقى ناعس الدار كامل ولا متكي ولا بالك في بلاصه وحده، خصك ضروري تحرك على الاقل تمشي لك واحد نص ساعه. ديك نص ساعه بزاف، دير شي 15 دقيقه تاع الجري، لانك فقط انك تتحرك ما كيحميك هادشي من بزاف تاع الحوايج بحال الاكتئاب، ماشي بحال انك تضل بالك في بلاصه واحده. تقدر يوقع لك بزاف تاع الامراض، وكتجيك ساهل انك دير تولي مدمن على بزاف تاع الحوايج بهذيك المركه. في الاخر بغيت نقول لك بلي الرحله ديال 1000 ميل كتبدا بخطوه. التغيير ماشي هو تولي شخص اخر في نهار واحد، بل هو تحسن راسك ب1% كل نهار. استثمر في راسك حيت انت هو اغلى حاجه كتملكها. الى عجبك هذا المحتوى شاركه مع شي حد محتاج الهضره، ونتلاقاو في فيديو جديد. تهلاو.